التوضيح ده مش عليك، بس ده للتسهيل. عايز يا قلبي تحفظها زي ما هي كده احفظها، عايز تفهم اللي انا هقوله افهم، اللي يعجبك اعمله، بس اللي انا هكتبه ده للفهم بس. معاك تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المركز. طبعا عارفين الحديد مع الحمض الكبريتيك المركز بيديني كبريتات حديد ثنائية وكبريتات حديد ثلاثية وبخار مية وثاني أكسيد الكبريت غاز. عايز أعرف الكلام ده كله جه منين؟ بالراحة، أنت اللي عليك اللي تحفظه بس الأرقام اللي هنا 3 8 8 4 بس. احفظ الأرقام دي، ركز بقى معايا. أولا كده حمض الكبريتيك ده مادة مؤكسدة. يعني ايه مادة مؤكسدة؟ يعني تعطي أكسجين. صعب الكلام؟ مش صعب. فهي هتعطي لده أكسجين. حلو، تعالى معايا أهو. ادي الحديد هياخد الأكسجين O2. فاعل يا عم هيطلع معاك ايه؟ حديد مع أكسجين. أنا واخدها المعادلة دي، كان بيطلع معايا مجناطيت أهو. اف اي 3O4. صعبة؟ مش صعب. الباشا اللي طلع ده كان أكسيد مختلط من كام حاجة يا أستاذ؟ والله من حاجتين. كان من أكسيد الحديد الثنائي وأكسيد الحديد الثلاثي. صعبة؟ مش صعبة. هنمسك كل أكسيد نفعله مع حمض الكبريتيك. يلا بينا يا عم أهو. الثنائي ادي الاف اي او فعل مع حمض الكبريتيك. موجب سالب موجب سالب. يلا الموجب ياخد السالب والسالب ياخد الموجب، فهيطلع معاك اف اي اس او 4 اهو. ده رقم 1 اهو. طلعت. صعبة؟ مش صعب. فاعل الباشا مع حمض الكبريتيك اهو. اف اي 2 او 3 مع اتش 2 اس او 4. موجب سالب موجب سالب. الموجب يروح للسالب، السالب يروح للموجب، البعيد مع البعيد، القريب مع القريب. هيطلع معاك اف اي اس او 4. بس انا عندك الحديد هنا كان ايه؟ كانوا 2 حديد، لكن تكافؤه كان ثلاثي، يبقى ده ياخد 3 والكاميرات تكافؤها ثنائي فده ياخد 2. بص على ده رقم 2 اهو. حلو لحد كده انا فاهم يا استاذ. حلو خالص. امال جت منين ال8 ميه مع ال4 غاز ثاني اكسيد الكبريت؟ ركز بقى لحظه، بص بس اشوف الجزء ده باين ولا لا. لو مش باين انا همسح ده، فانت بص عليها. كويس ماشي كويس. طلعنا دول ماشي. بص لهم كويس اهو. هقولهم تاني. مادة مؤكسدة حمض الكبريتيك، أكسد الحديد راح مديني مجناطيت، المجناطيت مختلط أكسيد حديد ثنائي وأكسيد حديد ثلاثي. خدت كل أكسيد فعلت مع حمض الكبريتيك. الثنائي راح مطلع لي كبريتات حديد ثنائي أول جزء. الثلاثي طلع لي كبريتات حديد ثلاثية تاني جزء. صعبة؟ مش صعبة. همسح البتاع مش باين في الكاميرا. خليك فاكر بس أنا معايا كام كبريت؟ كبريتات 3 وواحدة 4، يبقى أنا استخدمت 4 كبريتات. حلو حلو خالص. ركز معايا. هنمسك دول 8 اتش
2SO4. حلو. ماشي يا غالي. سهلان يقول مختلف. ماشي. الباشا ده في جزء منه اتفاعل وجزء ما اتفعلش اهو. جزء تفاعل، جزء لا يتفاعل. كانوا 8 هيتقسموا ل 4 H2SO4 و4 H2SO4. بالراحة خالص خالص خالص. أنا كده معايا 8 هيدروجين و4 كبريتات. ولي 8 هيدروجين و4 كبريتات. أنا واخد من ال8 كبريتات اللي هم الأربعة والأربعة، واخد 4. آدي 3 وآدي 1. يعني أنا خدت ال4 دول. ماشي. أنا كاتب هنا لا تفاعل، يبقى ناخد من هنا عشان ما حدش يتلخبط معايا. أهو. نمسح من هنا يا عم. الجزء اللي اتفاعل أهو. خدت منه الأربع مين؟ كبريتات. اتبقى معاك مين ده؟ الهيدروجين. الهيدروجين ده يلمح الأكسجين هنا، يدخل ياخده ويطلع مية. يدخل ياخده ويطلع مية. طب بالراحة. أنت معاك كام هيدروجين؟ معايا 2. 4 في 2. 4 في 2 8. طب وده 4 في 2 يبقى 8. طب بالراحة. أنا عارف إن كل هيدروجينتين عايزين لهم أكسجين عشان يبقوا مية. كل 2 عايزين أكسجينة عشان يبقوا مية. طب أنت معاك كام هيدروجينات؟ أنا معايا هنا 8 ومعايا هنا 8. يبقى معايا 8 هيدروجين ودي 8 يبقى 16. 16 ممكن اكتبها كده 8 H2 يعني 8 في 2 ب 16. ال 16 اللي معايا دول لما كل 2 عايزين 1 يبقى ال 16 عايزين كام اكسجينات؟ والله الاثنين عايزين 1 اهو. يبقى ال 16 عايزه نص اكسجين. يبقى ال 16 هتاخد 8 اكسجين. ادي ال 8 والصيغه دي رقم 3 صعبه؟ مش صعبه. يبقى انا كده خلصت ده وخلصت ده. حلو خالص. اللي متبقي معاك بقى، اللي متبقي معاك ايه اللي متبقي معايا؟ تقول لي استنى، انت خدت كام اكسجينات؟ خدت 8. 8. طب انت معاك كام؟ 16. خدت منهم 8 يبقى متبقي معاك 8. خلاص يا عم. يبقى هنمسح دي واخليها 2 عشان يبقى 2 في 4 ب8. هم اللي باقيين هم كانوا 16. خدت منهم هنا 8 يتبقى 8. تبص انت على الصيغه دي تلاقيها. هتقول طب الاربعه دي قاعده ليه؟ يا واد الاربعه دي قاعده عشان هي كانت تبع المركب كله. يعني الاربعه دي كانت تبع الهيدروجين وكانت تبع الاس وتبع الاكسجين. فانا لما طيرت الهيدروجين بس، فهي هتقعد للاس وتقعد للاكسجين. صعبه؟ اديني وضحت لك المعادله بالتفصيل. ده للفهم. حابب تفهمها خير، مش حابب احفظها يا قلبي. واللي زي ما بيقول المثل، اللي تكسبه العبه. انا بكسب بالفهم افهم، بكسب بالحفظ احفظ. بس ده في الحاجه اللي هي تستاهل ان انا احفظها بس. لكن لو في فهم لا افهمها اسهل. لكن هي ملهاش حل غير احفظها. احفظها تمام؟ عشان ما تقولش المستر بيقول لي احفظ ولا بيقول لي افهم. والله انت مطالب تفهم وتحفظ. اللي في النظام الجديد ده يقول لك انت افهم بس يبقى بيضحك عليك، واللي بيقول لك احفظ بس يبقى بيضرك اكتر. انت افهم واحفظ. اللي عايز تفهم
افهم، واللي عايز تحفظ احفظه، والطريقة اللي تعجبك اشتغل بيها.